فيلم النهارده هو واحد من أكتر الأفلام المميزة بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، إنه بيحكي قصة بطل جاء من الحضيض حرفيا، مقاتل شرس فقير نفسه حقق حلمه وعثر لحد ما قدر يقرب من تحقيق الفعل، ولكنه وقع في حب بنت غنية غيرت حياته للأبد. فعشان كده دوس لايك دلوقتي للفيديو واشترك في القناة حالا مالا فعلا، ويلا بينا نستمتع بملخص الفيلم الجامد جدا. بيبدأ فيلمنا في قتال بطولة MMA. المعلق بينادي على المتبارين في الماتش النهائي اللي بيكون بين بطل أمريكا وبطل الهند، ولكن بطل الهند مش بيكون موجود، ده لانه بيجري ورا عربيه باسرع ما عنده بيحاول يلحقها. طب يا ترى ايه اللي خلاه يجري ورا العربيه واللي عاوز يلحقها؟ مين البنت اللي فيها دي؟ هو ده اللي هنعرفه لما نرجع للماضي ونشوف لايجر وامه راكبين في صندوق عربيه رايحين شغلهم، ولما بينصبوا الفرشه بتاعتهم بيجيلهم راجل بيقول لهم بيدفعوا فلوس ايجار المكان ده والا كسر لكم عربيه الشاي بتاعتكم. فالام بتقول له انت فاكر انك ورثت المكان ده عن امك؟ عارف لو ما مشيتش من هنا انا هحط مسحوق الفلفل في حته كده مش هتعجبك. بسيبها بيروح للايجر بيقول له انا اسمي معنيش اسمع الكلام بدل ما خليته هجمك. في الوقت ده بيشوفوا رجاله عصابه بيجروا ورا راجل اسمه علي، بيكونوا خلاص هيخلصوا عليه، ولكن لايجر بيدخل وبنشوف قوه مفيش منها، بيضرب رجاله العصابه واحد ورا التاني، حتى لما بيستخدموا الاسلحه البيضاء قصاده بيقدر انه يتصدى لهم بسهوله. بيكمل ضرب فيهم لحد ما بيحاصروه، وامه بتحدف له عصايه زين بيقدر انه يدافع بيها عن نفسه، وبنفهم ان امه مش مجرد ست عاديه كده وخلاص، دي شرسه وبتعلم ابنها الرجوله وبتساعده كمان انه يدافع عن نفسه. لما بيتكتروا على لايجر بيلاقي ان الحل هو انه يطلع على السلم بحيث يقدر يزنقهم في مكان ضيق ويتغلب على عمل العدد. لايجر بينجح انه يوقعهم من فوق واحد ورا التاني، وامه بتاخد ازازه تحدفها له فوق عشان يكسر على دماغهم ويعلمهم الادب. بالفعل هذا ما حدث عزيزي المشاهد، ولايجر قدر يرصهم كلهم جنب بعض رصه مكسرات على قلب صينيه هريسه. بعد ما بتخلص المعركه بنجاح بانتصار لايجر، علي بيحاول يشكره وبيساله عرفني اسمك ايه؟ انت انقذت حياتي وانا مش همشي من هنا غير لما اعرف اسمك. فلايجر الساكت من اول الفيلم بيحاول يتكلم لكنه بيكون متلعثم ولسانه تقيل. الراجل بيقول يا الهي انا هقدر اقول للناس ازاي ان اللي انقذني متلعثم؟ بيسخر منه بيقول الحضور يلا بينا سقفوا عشان يتكلم، ولايجر بيمسكه بيقول له اياك تسخر مني، يلا امشي من هنا والا هخلص عليك. والراجل اللي كان عاوز يدافع لايجر وامه ارضيه ويتهوى بقى بيدافع عنه. بعدها بيسال لايجر وامه ايه اللي جابكم من بلدكم للعاصمه هنا، وبنشوف لايجر وامه في مكان تعليم فنون قتاليه. جامباز بيساله انت بتعمل ايه هنا؟ فلايجر بيحاول يتكلم ولكنه بيتلعثم برضه، وجامباز بيتريق عليه فلايجر بيشتمه. في الوقت ده المعلم كريس بيسال مين اللي هنا؟ جامباز. بنشوف لايجر وامه بعد كده قاعدين مع المعلم، لايجر بتقول له احنا سيبنا بلدنا وجينا هنا عشان عاوزه اشوف ابني بطل فنون قتاليه مختلطه. ولما بيسال لايجر عن اسمه لايجر بيتلعثم وبيقول له لايجر. المعلم بيقول له قصدك تايجر؟ فامه بترد عليه بتقول له لا لايجر، سميناه لايجر لانه اتولد لاسد ونمره، فعشان كده خلينا الاسم بيجمع بين اللاين والتايجر. المعلم بيقول لهم طب انزلوا ادفعوا الاشتراك. امه بتقول له ما احنا مش معانا فلوس وعايزينك تمرنوا مجانا. المعلم بيقول لها شكرا انا مش بشتغل ببلاش يا هانم. في الام بتقول له فاكر بطوله MMA الوطنيه سنه 2004 كانت اول مباراه تخسرها في حياتك لما هزمك البطل برنام بالضربه القاضيه. بلرام الملقب بالاسد ده زوجي لما صعد للنهائي اتوفى اثناء المباراه لانه رفض الاستسلام، ودلوقتي انا عاوزه ابني يحقق حلمه ويعمل اللي ابوه الاسد ما قدرش يعمله. والمعلم لما عرف ان لايجر يبقى ابن الاسد البطل ساله انت بتشوف نفسك ايه لما بتبص في المرايه؟ فلايجر قال له مقاتل، دي الكلمه الوحيده اللي بقدر اقولها من غير ما تلعثم، انا مقاتل واسمي لايجر. المعلم بيقول له تعجبني ثقتك يا لايجر، انا وافق تتمرن معايا ولكنك تشتغل عندي الاول عشان اختبرك ولازم تلتزم بالقواعد بتاعتي. القاعده الاولى ركز ما تخليش حاجه تشتتك. القاعده الثانيه ابعد عن البنات، دول شياطين هياخدوا صحتك وتفكيرك. بتمر الايام ولايجر بيشتغل في تنظيف الصاله الرياضيه بتاعت المعلم، وكمان بيستمر في شغله مع امه على عربيه الشاي. وبيجي يوم وهو بينظف الارضيات جامباز بينادى عليه بيقول له مين اللي على التيشيرت بتاعك ده؟ لايجر بيقول له ده مايك تايسون سيد فنون القتال. صاروا منه بيروح له شانكر بيكبه مع الارض بيقول له نظفها ولكن بالتيشيرت بتاعك. بيمدله رجله ولايجر بيلفوا بيوقع على الارض وبيشتموا من غير صوت بيقول لهم امكم اللي جابتها. بيروحوا له كلهم جنبات بيقول له احنا هنعلمك الادب يا ولد. لايجر بيقول له ابعد عني بدل ما انا اللي هعلمك الادب. ولما جنبات بيسالوا هتعمل ايه يعني؟ لايجر بيكلمه بلغه الاشاره بيقول له صباحك ده هقطعهولك من جذوره وهنيك الجوز هخلعهم من مكانهم والعب بيهم باللي على الارض. جنبات بيكون لسه هيضربه ولكن المعلم بيظهر بيسال لايجر انت شتمته قلت له ايه؟ ولايجر شجاع قال له استخدمت اسم ام اخته يا معلمي. المعلم بيخليهم يمشوا بيقول لايجر لازم تحافظ على ثقتك، ما ينفعش تخليهم يستفزوك ويسيطر على اعصابك. وفي اليوم التالي والمعلم بيجري مع طلابه بيقابل طلاب المعلم سانجو، وجنباث بيشاور لهم باشاره مش تمام خالص. بتحصل معركه بسبب اللي حصل بين طلاب المعلمين، والمعلم كريس بيسلكوا من بعض. سانجو بيقول
للمعلم بيكون عندي رهبة أضربك لما أشوفك، والمعلم بيقول له هو ده اللي بتعلمه طلابك؟ دي مش أخلاق الفنون القتالية. سانجي بيكون لسه هيمد إيده على المعلم، فلايجر بيمد إيده بيقول له معلمي اوعى تفكر تلمسه. سانجي بيقول له أنت اتجننت ما تعرفش أنا مين، ولايجر بيمسكه من رقبته وبيخنقه أكتر. المعلم بيقدر إنه يفصلهم عن بعض وبياخد طلبه ويمشي. على جانب تاني بنروح لتانيا البنوتة الجميلة المهووسة بالسوشيال ميديا والشهرة والمتابعين، بتقول لصاحبتها أنا عاوزة أفكار أقدر أزود بيها المتابعين بتوعي، وصاحبتها صاحبة السوق لنا لو عايزة تزودي المتابعين بتوعك لازم تملطي. في الوقت ده لايجر بيدخل نفس الكافيه يطلب سبانيش دوبل لاتيه اسبريسو. تانيا بتشوفه بتشبه عليه، بتقول لاصحابها الوش ده أنا شفته قبل كده، بتفتكر هو مين، فبتروح له بتقول له هي أنت أنا أعرفك كويس، أنت دايما بتعلق لي تعليقات سلبية على الصور والفيديوهات بتاعتي، ده أنا شكلي وحش ومش حلو ولا يا صاحبي، أنا جميلة ومثالية وزي القمر أهو، عارف لو علقت تعليق سلبي تاني أنا هخلع عينك من مكانها. فلو سمحتوا أنتوا كمان أعزائي المشاهدين علقوا لي في قسم التعليقات وعرفوني رأيكم في الفيديو ويا ريت تشتركوا في القناة. تانية بتشوف العلامة على التيشيرت بتقول له أنت من طلاب المعلم كريس، أنا أخت سانجي وعدو المعلم بتاعك وممكن أخليه يقطعك حتت. فلايجر بيمسكها من رقبتها زي ما عمل مع أخوها بزقها بعيد وبيرجع للصالة بتاعته، وأثناء ما هو بينظف بتنادى عليه بتقول له تعالى هلا عشان أخلي ايدك توحشك. بيروح لها ولكن المعلم بينادى عليه بيقول له تعالى يا لايجر، إذا الطلاب بتوعه مين هيضربه؟ سانجي بيقول له سيبني أنا يا معلمي. فالأخير بيخلي شانكر هو اللي ينزل له. المعلم بيقول للايجر اوعى تهاجمه صده بس من غير ما تضربه. بينزل شانكر عشان يضربه وتانية بتدخل تتفرج على لايجر، والاخير بينجح انه يصد شانكر ويهزمه بالضربه واحده بس، والمعلم بينزل له تاني المره دي. لايجر بيقدر يخليهم يضربوا بعض من غير ما يوجه لهم اي ضربه وبينتصر عليهم. المعلم بينزل اربعه، لايجر بيشدهم كالعاده بيطير الاولاني وبيلف التاني في الهواء، بيوقع الثالث والرابع بيشقلبوا وبيكسروا ظهره. الوقت ده المعلم بيقول لجامباس يلا انزل انت لايجر. جامباس في البدايه بيكون خايف وبيمد له ايده وسلم عليه، بيرضعوا وبيضربوا ولايجر ثابت ما تهزش من مكانه. المعلم بيقول للايجر ها دلوقتي تقدر تضربه، ولايجر بيضربه بالطريقه الصح وبيطيره في الهواء، والمره دي كل الطلبه بيهاجموا لايجر فبيقدر انه يتصدى لهم كل يوم كما هي العاده. وتانية بره منبهره بلايجر لدرجه انها اعجبت بخلاص. لايجر نازل في زمايله هوبا تب طخ وبيطبق عليهم كل اللي اتعلموه في الفنون القتاليه، وفي النهايه زمايله سقفوا له وتانية كمان شاورت له برافو. بعدها المعلم اتصل بلايجر قال لها ابنك قوي وشجاع وعنده امكانيات كتيره، لما بشوفه بيقاتل بفتكر ابو الاسد، انا خلاص هبدا ادربه بشكل رسمي. يطلبي منه بس انه يركز. الام بتفرح بتدخل البيت تفرح ابنها بتقول له ركز واياك تقرب منك بنت شيطانه. في الوقت ده شيطانه بتجيله لحد البيت، امه بتقول له شيطانه في البدايه هتجيلك في صوره ملاك وتفضل تقرب منك لحد ما توقعك في فخ وبعد كده هتظهر على حقيقتها. البنت شيطانه بتلبس قصير وبتحط مساحيق تجميله عشان تظهر براءتها وتوقعك حبها، تحاول تتودد اليك لحد ما تدخل البيت، ومجرد ما تدخل بيتك هتدمره فورا يا لايجر. ولايجر عشان بيسمع نصيحه امه بيسيبها وبيخرج الشيطانه اللي بدونها بتقول له انا من اول ما شفتك وانا وقعت في حبك يا لايجر، انت ازاي شاب قوي كده وشجاع، يا ريتني ما عملتكش وحش من البدايه. وبتاخد منه الموبايل بتاعه عشان تديله رقمها، وكل ده وامه لسه بتتكلم معاه وبتاكد له انه لازم يبعد عن الشيطانه، والشيطانه بتكون بره حضن دراعه وبتشده عشان تاكد له انها بتحبه رسميه فهميه نظميه. من هنا بتتطور علاقه لايجر وتانيا، العلاقه اللي لايجر ما اتكلمش فيها كتير عزيزي المشاهد، وركز في الحته دي كويس. لو وصلت لحد هنا يا ريت تدوس لايك وتشترك في القناه وتسيب لي تعليق انك وصلت للحته دي. بفصل تاني بقى بيبدا بالمعلم وهو بيسال الطلبه بتوعه مين هو بروسلي، اللي بيقول له مقاتل واللي بيقول له ممثل، بينما لايجر بيقول له فيلسوف، والمعلم بيقول له معك حق لايجر لان فنون القتال فلسفه قبل ما تكون تكسير عظام وخلاص. فاهمين دي كويس يا تلاميذي ولا لا؟ والطلبه بيقولوا له نعم يا معلمي، ما حتى لايجر اللي بيتلعثم في الكلام. المعلم بيقول له مش مهم تكون بطيء في الكلام يا لايجر، المهم تكون سريع في القتال. على جانب تاني الام بتكون بتصلي في المعبد، بتشوف تانية وهي متحجبه وبتصلي وظاهره على انها بنوته متدينه. الام بتفرح بيها جدا وبتقول لها انا اتمنى بنت زيك لابني، ما عادش في بنات بتصلي كده. وتاني بتقول لها لا يا طنط انت فهمتيني غلط خالص، انا بصور فيديو تيك توك عشان المتابعين مش اكتر. فالام بتغضب وبتقول لها وانا اللي كنت فاكراكي مؤدبه طلعتي شيطانه من الشياطين، انا كنت بتمناك لابني ولكن دلوقتي اتمنى انه يبعد عنك وعن امثالك. تانية بتشتمها وبتقول لها بتقولي ايه ست متخلفه انت. الام بتقول لها انت مش متربيه، بتكون عاوزه تضربها. هنا بيجي لايجر وبيتفاجئ ان امه بتتخانق مع تانية، وتانية لما بتعرف انهم بلايجر بتحاول تتاسف لها. ام لايجر بتقول له اوعدني يا ابني ما تتجوزش شيطانه زي دي ابدا، وبعدين بيسيبوها يمشوا. بعد كده بتشوف لايجر قاعد مع اصحابه في الحلبه، جامباس بيقول له يا ابن الذين ازاي قدرت تعمل كده، وشنكر بيقول له سانجو الكلب مش بيعاملنا كويس، دلوقتي في واحد مننا مصاحب اخته وهنكسر عينه. سانجي بيقول للايجر ايوه يا ببسط نفسك واستمتع بوقتك معاها. لايجر بيحاول يتكلم بيسالوه طيب انت عرفت توقعها في حبك ازاي وانت متلعثم كده؟ طيب هي عارفه انك متلعثم اساسا؟ ولايجر بيقول لهم لا
ما اعرفش. ثانيه بتتصل بلايجر وبتعرفوا ان في حفله بالليل ولازم يحضرها. فجنباس بيرد عليها وبيقلد صوت لايجر بيقول لها حاضر احنا جايين الحفله. في الحفله لايجر بيروح هو وجنباس. في الاخير بيروح الحمام بيشوف سانجي وطلابه فبيرجعوا للايجر ولايجر بياخدوا يدخل الحمام وبيفضل مستنوا صاحبه لحد ما يخلص. سانجي بيشوف بيقول له طلاب المعلم الفقير بيعملوا هنا. فجنباس بياخد صاحبه وبيمشوا بيقول له ما ينفعش نتعارك معاهم دلوقتي لانهم كتير جدا. لايجر بيقابل حبيبته ثانيه وبدورها بترحب بيه بتقول له حبيبي فينك انت وحشتني. واضح انها سكرانه ما دريانه مش شايفه قدامها ولا حاجه. لايجر بياخدها على جنب بيسالها انت عارفه اني متلعثم؟ بتقول له طبعا ده اللي حببني فيك اساسا بالاضافه الى اني بحثت عن الاسم لايجر زيك على جوجل ولقيت ان في 100 بس في العالم اسمهم كده وانت لايجر الوحيد اللي في الهند. ثانيه قالت له ممكن تقول لي اسم كده؟ ففضل يقول لها تاي ثانيه وهي كانت مبسوطه جدا انه متلعثم وبتقول له انت سو كيوت. واحد من رجاله سانجي بيقول له الحق اختك قاعده مع واحد. ولما بيروح يدور عليها مش بيلاقيها واصحابها بيدوروا عليها. ثاني يوم سانجي بيصحي اخته من النوم وبيسالها ايه الفيديو اللي انت نشرتيه عن الانتداء وفرجها الفيديو وهي بتقول انها بتحب واحد من طلاب المعلم كريس وكمان سند على كتفه. سانجي بيقول لها امبارح كان في 2 من طلاب المعلم كريس وهم لايجر وجنباس. جاوبيني بصراحه هو مين والا هخلص عليكي. وثاني عشان خايفه على لايجر قالت اسم جنباس. وسانجي بعت رجالته عشان يعملوا معها جنباس الدنيئه وبنشوف جنباس بعدها وهو مع اصحابه وحالته يرسل لها مضروب ومتخشم على الاخر. وثانيه بتتصل بلايجر بتقول له انا عرفت اخويا ان جنباس هو اللي كان معايا فحضر صاحبك بقى. ولكن زي ما انت واخد بالك كده فات الاوان عزيزي المشاهد. لايجر بيشوف رجاله سانجي معاهم في القطر فبيروح لهم بيطلب منهم يلعبوا معاه لعبه الشجاعه. بيكون في راجل واقف في القطر بيقول لهم ما يلا يا رجاله العبوا خلينا نتبسط. يوم واحد يلعب مع لايجر وكل واحد بيوجه لم الثاني لحد ما لايجر بيوجه له قلم بيوقع من طوله. الراجل بيسالهم هي ايه اللعبه الغريبه دي افتكرتكم هتلعبوا لعبه عاديه. لايجر بيدخل على الثاني وبيتبادل مع ضربات ضربه في الثانيه في الثالثه وعلى عكس العدو اللي بيتعلم لايجر كان مستمتع باللعبه الاخر فبيسحب الحزام وبيوجه له الضربه الاخيره وبيوقع الولد من طوله. وبعدين بتحصل معركه بين لايجر ورجاله سانجو لحد ما الراجل بيتدخل بيقول لهم انا ضابط شرطه كفايه لعبه لحد كده. وبعدين انت ايها الشاب المتلعثم شكلها خطر جدا وهتيجي كلكم معايا الاسم عشان اعمل محضر ابن فجره باللي حصل. بعد كده بنشوف المعلم وهو بيضرب تلاميذه بيقول لهم بقى انا ادخل الاسم بسببكم يا شويه حشرات. بعد ما بيعلموا الادب بيخليهم يمشوا كلهم عدا لايجر بيهزقوا بيقول له انت مش زي ابوك خالص. ولايجر بيغضب وبيمسكه من رقبته. المعلم بيقول له هو ده الهضب اللي انا عاوزه. بعدين بيضربه بالعصا بيقول له بطوله المنتخب الوطني قربت وانت بتقرب البنات عرفني ايه هو اسم البنت. بعدها بنشوف الام وهي بتقول له اسمها ثانيه بقى اللي بتحبها يا لايجر انا مش حذرتك من انك تقرب البنات يا ولدي. بتاخده عنده صوره مايك تايسون وبتساله انت حطيت صورته ليه؟ ولايجر بيقول لها لان ده قدوتي ومثلي الاعلى انا بحلم اني اكون بطل في يوم من الايام وتصور معاه صوره سيلفي. ام بتقول له يبقى خليك فكر حلمك وهتتخلى عنه وعشان توصل لحلمك لازم تبعد عن البنات زي ما قال لك المعلم. في الوقت ده ثانيه بتتصل بلايجر وبتقول له بكره عيد ميلادي عاوزاك تيجي تخطفني وتاخدني مكان بعيد وبعدين تديلي وهرده وتعترف لي بحبك ليا. وطبعا كل الكلام ده امه بتكون سامعاه وهي جنب لايجر. تاخد الموبايل وبتقول لها اسمع يا شيطانه انا ربيت ابني بعد ما بتوفى واستحملت سنين شوف لها عربيه الشاي وكل ده عشان ابني حلمه وبوجودك في حياته انت هتضيعي سنين تعبنا على الفاضي وهتبعدي ابني عن حلمه. لو بتحبي ابني بجد لازم تسيبيه في حاله وتبعدي عنه. الكلام ده بيأثر في ثانيه وبتقرر انها تشرب وتخمر وتسجر. بيجي عيد ميلاد لايجر وامه تتكلم معاه ونام بتقول له النهارده عيد ميلاد الشيطانه اياك تروح لها. ولما بتمشي لايجر بيكون صحي اساسا بيروح لثانيه وبيقدر انه يخطفها من عيد ميلادها واخوها وعصابته بيطردوه. ولايجر بيكون على الموتوسيكل ومش خايف ولا همه حاجه وبيهرب من اخوها سانجو. ثانيه بتروح مع لايجر لمكان وهي فرحانه جدا ان حلمها اتحقق. بتقول له بالمناسبه دي تعال خد لك حته. وقبل ما ياخد الحته اخوها سانجو بيلاقيهم بيهاجمهم. ثانيه بتدافع عن لايجر وبتقول له ده بطلي. وسانجو بيقول لها المتلعثم ده يبقى بطلك ازاي؟ ثانيه بتتحدى بتقول له ازاي يعني متلعثم انا ما اعرفش انه متلعثم. فسانجو بيقول لايجر طيب اتحداك انك تقدر تقول بحبك 10 مرات ورا بعض. ثانيه بتقول له قول يا لايجر ولايجر بيحاول يقول لكنه بيفضل يتلعثم. وكمان رجاله سانجو بيضربوه بيسخروا منه لحد ما بيخلوه يغضب ويطلع الوحش اللي جواه وبينزل ضرب فيهم. سانجو بيقول له هتقول ولا لا؟ بيحاول يقول ثاني لكنه مش بيهرب بيسخروا منه ثاني. ولايجر بيمسك النبوت وبيعمل منهم عصير توت. بتدور معركه شرسه جدا من لايجر ورجاله سانجو. لايجر بيطلع فيهم كل غضبه لحد ما بيخلص على كل رجاله. بيلف الثانيه بيقول لها انا بحبك. بيكرر المره الثانيه بيقول لها انا بحبك. بينما الثانيه بتكون حزينه لان حبيبها متلعثم فبتاخد اخوها سانجو وبتمشي. بينما لايجر بيبص لها بكل حسره. وكده يكون الفصل الثاني من الفيلم انتهى بان علاقه لايجر العاطفيه مع ثانيه اتغيرت واخدت منعطف مختلف. وكمان علاقته بالمعلم بتاعه اتطورت بتوجيه تعليمات جديده ليه. فلو وصلت لحد هنا عزيزي المشاهد اشترك في القناه لو سمحت. خلوني اوصل ل1000 مشترك بليز. انتهت محاور حول خوض لايجر البطوله الوطنيه. بينما ثانيه هتبدا طريقها للشهره اللي بدأته بالفعل لما صاحبتها جم صحاهم من النوم قالوا لها الفيديو اللي انت نشرتيه وانت سكرانه جاب لك متابعين كتير جدا. ولما بتبص من
من فوق البيت بتلاقي ناس كتير بيحبوها وجايين لبيتها يحتفلوا بيها. على جانب تاني لايجر بتفضل تعنفه وتزعله وبتقول له انا ضيعت عليك عمري عشان تكون راجل، انا عارفه ان عندك عيب بس لو انتصرت العيب ده هيتحول لميزه والناس هيشوفوا ان التنازل حاجه جميله. نجاح بيخلي القصير طويل والضعيف قوي والاسود ابيض. انا عاوزاك تنجح يا لايجر. الخير بيروح يزنق تانيا وهي مع هو سانجو، بيسالها انت خنتيني ليه خاينه؟ فتانيا قالت له انت اللي خنتيني وما قلتليش انك متراسم. قال لها كدابه، اخبرتك لما كنا في الحانه. بدون قالت له انا كنت سكرانه مدريانه في اليوم ده ومش واعي، انا مستحيل اتجوز واحد زيك. تخيل لو اتجوزتك يا لايجر وخلفت ولد شبهك، انا مش هقدر اتعامل مع حاجه زي كده. وبعدين دلوقتي انا بقيت مشهوره خلاص وهسافر اشتغل في هوليوود وهمثل كمان. ابعد عن حياتي يا لايجر. لايجر بيروح حزين وامه بتقول له فوق لنفسك يا لايجر، البطوله خلاص قربت وعايزك تنتصر. وبدا لايجر يسعد البطوله، بيتمرن اشرس التمارين على ايد المعلم بتاعه ويوم مره تاني لحد ما مستواه بيتطور وبيكون احسن واحسن. وبتبدا البطوله بالفعل واللي هيفوز فيها يصعد للبطوله العالميه ويمثل فيها الهند. لايجر بخوض المباراه الاولى بيقدر انه يهزم خصمه، وعلى الجانب الثاني سانجو كمان بينتصر. المباراه الثانيه لايجر بيفضل يجري فيها ورا خصمه وبينتصر عليه بالهضيه ايزي. بيجي ماتش سانجو اللي بيكون قصاد شانكر، وسانجو بيقدر انه يحطم شانكر وبيكسره حرفيا. وكمان بتحصل مشاده بين سانجو ولايجر والحضور بيسلكوا من بعض لحد ما بيجي الماتش النهائي اللي بيكون بين لايجر وسانجو، البطل الفقير قصاد البطل الغني. سانجو بيتصل بتانيا بيقول لها وجهي نصيحه للمتناسم بتاعك، بتقول له ذاك يخرس اخويا هيخلص عليك النهارده. واللي ما يعرفوش سانجو واخته انه كده اخض بالوحش لايجر، فبينزل في ضربه وبيحاول انه يهزمه من البدايه، ولكن سانجو بيستخدم اسلوب الاستفزاز وبيخلي اخته تكلمه تسخر منه وهو بيلعبه لحد ما بتحصل بينهم خناقه شوارع بسبب عصبيه لايجر. الحكم بيوجه له الانذار الاصفر وبتبدا الجوله الثانيه اللي بيكون لايجر متفوق فيها بشكل واضح، بينما تانيا بتتفرج وهي خايفه على اخوها اللي لايجر محطمه. بيقدر لايجر بالفعل انه ينتصر على سانجو وبيروح للتانية بيقول لها بلا ولعك. وبنشوف البطل لايجر وهو رافع الحزام وقدر انه ينتصر في البطوله الوطنيه، وامه فخوره جدا بابنها اللي اخذ البطوله الوطنيه وحقق حلمها هي وابوه. وامه فخوره بيه وبتنادي على ابوه في سماء وتقول له زيك يا ابو لايجر، ابنك بقى بطل الهند وحقق حلمه. لايجر بيروح يشتري بعدها والبائع بيتعرف عليه وبيجي جمهور كتير جدا وبيتصور معاه. وبس كده عز المشاهد، ده في كمان مذيعه قاعده مستنيه بتيجي بتسال لايجر عن الخطوه الجايه، ولايجر بيقول لها انا حلمي احقق البطوله الدوليه. المذيعه بتقول له بس دي ما فيش هند انتصر فيها قبل كده، ده مستحيل. لايجر بيقول لها احنا الهدود ما نعرفش المستحيل، احنا نار مشتعله ونقدر نهزم اي حد. بحب اقول لك ان لايجر لما راح مع المعلم بتاعه لاتحاد الفنون القتاليه المختلطه في الهند، الاتحاد قال لهم للاسف ما عندناش ميزانيه تسمح انكم تسافروا لامريكا تشاركوا في البطوله، ورغم ان المعلم توسل ليهم وحاول يقنعهم الا انهم رفضوا مطالبه نهائيا. بالليل بنشوف المعلم قاعد مع تلاميذه لايجر بيقول لهم احنا محتاجين 20,000 دولار عشان نعرف نسافر البطوله، وده شيء مستحيل. في الوقت ده بيظهر الشخص اللي لايجر انقذه في اول الفيلم، كان سكران وقال له انا بدور عليك من زمان ايها البطل، انت فاكر نفسك مش هتروح البطوله خلاص، ولكن انا موجود، انا اساعدك انك تروح البطوله وبمكالمه مني بس، انا هتصل باخويا رجل الاعمال ويساعدكم. وبالفعل بيتصل باخوه رجل الاعمال بيقول له انا كلمتك عن الراجل اللي انقذ حياتي، خد كلمه هو. ورجل الاعمال بيكلمه بيقول له انا سيد باندي، مبروك فوزك بالبطوله الوطنيه لايجر. علي بيقول له باندي انا عاوزك تسافرهم في الدرجه الاولى، فباندي بيقول له انت بتهني يا علي، انا هبعت لك طيارتي الخاصه تاخدهم من مكانهم لحد هنا في امريكا. بيعرفهم انه هيتكفل بتجهيز كل الاوراق والمصاريف، والمعلم بيفرح جدا وبيحتفل هو والتلاميذ بتوعه. لايجر بيوصل امريكا بيتكلم مع سيد باندي، الاخير بيشكره لانه اول بطل هندي، وكمان بيعرفوا ان الشركه بتاعته هتقع في البطوله. بيقول له عندي ليك طلب واحد يا لايجر، وهو انك تنتصر وتفوز بالبطوله. وبالفعل بتبدا البطوله، بتكون المباراه الاولى للايجر قصاد مقاتل شرس جدا ما بيرحمش حد وحطم كل اعدائه. لايجر بيدخل الحلبه وامه واصحابه بيتفرجوا عليه من الهند مع بعض، والمعلم بتاعه خارج الحلبه بيحفزه، وبتبدا المباراه. بدايه لايجر مش بتكون احسن حاجه، والمقاتل الخصم بيقدر يوجه له اكتر من ضربه، والغريب ان لايجر مش مركز خالص، وبعد حبه وقت بيقدر انه يسيطر تركيزه ومع توجيهات المعلم بتاعه وطلب منه انه يحافظ على هدوءه. بتبدا الجوله الثانيه، بنشوف ان لايجر قدر يسيطر وماسك المقاتل الخصم وهتك داك ضربات مزدوجه على معكوسه على شقلبه ذات بهلوانيه لحد ما بتجيله فكره انه ينام على الارض ويستفز الخصم بتاعه، وهذا ما حدث وقدر انه يعمل حركه تثبيت، ولكن الجوله بتنتهي وبيقدروا يفصلوهم. بتبدا الجوله الثالثه ولايجر بيفتكر نفسه فاز، لكن المقاتل الخصم بيعمل معاه الكلازونه وبيخليه يفقد وعيه. لايجر بيفضل مغمى عليه وخلاص الحكم هيعدي وخسروا الماتش. وهنا امه بتنادي تقول له قوم يا لايجر فوق ايها الاحمق. الاحمق بيسمع الكلام اللي اتقال في الهند من امريكا، بيقف عشان يعمل من الخصم شرائح البطاطس المحرمشه، يفتك به وينكل به ويجعله ياكلها على دنيا السلامه. بيحكم عليه السيطره ويوجه اليه حركه الاخضاع الناريه. بينتهي الماتش بانتصار لايجر بعناء شديد. امه بتتصل بيه من الهند بتقول له انت بتفقد تركيزك يا الاحمق، انا عاوزك تتخيل ان اللي قصادك هو اللي خلص على ابوك، عايزك تغضب وتقاتل بكل شراسه وشجاعه. وبيبدا الماتش الثاني قصاد
المقاتل الروسي ولايجر بيفوز بكل سهولة. الماتش اللي بعده النصر بيكون ايزي بيزي ليمون سكويزي. الماتش الخامس الخصم تايلاندي ولكن برضه ايزي. لايجر بيظهر شجاعته وقوته الحقيقية ومحدش هيقدر يقف قدامه خلاص. تفتكر ان المقاتل الافريقي هيعمل حاجة مع لايجر؟ ايزي برضه عزيزي المشاهد. المقاتل السابع صيني ولايجر قاعد مستنيه يخلص شلبازات بينتصر عليه بسهولة جدا جدا جدا. ماتش ورا التاني لايجر مسيطر على البطولة كلها، تحول لوحش كاسر قادر انه يهزم اي حد ينزل قصاده. وتمر الايام ولايجر مش فاهم حد وبيقصيهم واحد واحد لحد ما بيوصل للماتش النهائي اخيرا. سيد باندي بيعمل احتفال بالمناسبة السادة دي. بيقول لايجر انت تعرف سانجو وهزمته في البطولة الوطنية. حابب اقول لك ان سانجو ده ابني. لايجر بيتفاجئ فيه بيقول له لا مش عاوزة تتفاجئ، استنى لما اقدم لك بنتي. والنتيجة الثانية وباندي بيقول له بنتي مشهورة زيك برضه، ممكن توجه لها نصيحة. ثانية بتقول له ايوه انصحني، ايه هو سر شهرتك يا لايجر؟ لايجر بيقول لها سر نجاحي شيطانة جات لي لحد بيتي، عملت زي ما امي قالت بالظبط. الاول اتعرضت مني في عيد ملاك لحد ما خلتني افقد تركيزي وابدا حلمي، وفي عز ما كنت محتاج ليها وقعت في حبها اتخلت عني وقالت لي انا مش هحب واحد متلحسم زيك وسابتني ومشيت. تعرفي لو شفتها دلوقتي هعمل فيها ايه؟ هديها بالبوكس انت زميلتها. احب اقول لها ان دلوقتي بقيت مشهور اكتر منها، الناس بيحترموني اكتر منها. ها ابلها يا شيطانة. بالليل تانية بتركب معها العربية بتقول له ابويا طلب مني اوصلك، وتفضل تحكي له انه كل اللي هو فيه ده فضلها. بتعرفوا انه دلوقتي راكب عربية ابوها اللي مسحر له كل الامكانيات عشان يفوز بالبطولة. وتفضل ترغي وترغي وتعرفوا ان البنات الطف الكائنات، وان الولاد صراصير البلاعات. المهم يعني تتكلم حبة كلام بنات زي الفل اللي مالناش دعوة بيه عزيزي المشاهد لحد ما بينزلوا من العربية وبتفضل تكلمه برضه، وفجأة بتيجي عصابة بتخطفها. لايجر بيحاول يجري وراهم عشان يلحقهم ولكنه مش بيقدر. بيرجع للسيد باندي والاخير بيتلقى اتصال هاتفيا بتقول في التليفون لازم تسلمني الفلوس بتاعت النهارده في المكان الفلاني والا مش هتشوف بنتك تاني. والسيد باندي بيعرفهم انه اخذ قرض من مافيا وحاليا مفيش معاه فلوس كاش عشان يسدده، وهو محتار مش عارف يتصرف ازاي. عشان كده لايجر حاول يتصرف واخذ شنطه فاضيه وشد على مكان التسليم. انك يتفاجئ بوجود بنات كتير وشكلهم كده بنات مقاتلات ورياضيين وهيتابوه. البنات سالوا عن الفلوس قال لهم اشوف تاني الاول. بتيجي واحده تانية تاخد الشنطه بيحاول يمنعها فبتضربه. بيكتفوا بيلاقوا انه الشنطه فاضيه. تبدا معركه مدهكه بين لايجر والبنات. في البدايه بيكون مش عاوز يمد ايده على نسوين ولكنهم بعد بيضربوه بيقول لهم حاس كده بقى ما بدهاش انا هبدا امد ايدي. لسوء حظه بتيجي عربيه تانية بتنزل بنات كتير وبتكتروا عليه. لايجر بيحاول يتصدى ليهم باي طريقه، بيقول لهم انتوا المفروض تتصرفوا زي البنات كده ما حدش هيرضى يتجوزكم. والبنات بينزلوا في طرب وبيقدروا انهم يتغلبوا عليه. بدا طبعا لان الكسره تغلب الشجاعه مش لانهم فتيات ولا حاجه، مش سيبوه متعلق زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. اعزائي المشاهدين لو سمحت عزيزي المشاهد دوس لايك واشترك في القناه بريدز. امه بتجيله امريكا وبتشوفه في المستشفى. وفي قصر السيد باندي بيقول له انت خليت الامور اصعب باللي عملته يا لايجر، ما كانش المفروض اجيب بنتي امريكا، انت المسؤول عن اللي حصل. ولما لايجر بيستغرب باندي بيقول له انا كنت عارف ان بنتي بتحبك، بنتي حبتك وبعدت عنك لانها بتحبك، بعدت عنك لما امك طلبت منها تبعد عشان تعرف تحقق حلمك، عشان كده قررت انها تستفزك وتحتقرك عشان تخلي جواك طاقه غضب تساعدك تنتصر. بنتي كانت متابعه البطوله وحريصه على استفزازك حتى قدام اخوها عشان تفوز بالبطوله الوطنيه. ولما الاتحاد رفض انه يساعدك جيت لي هنا وقررت تتكلم معايا واقنعتني اساعدك تشارك في البطوله. لايجر سمع كلامه من هنا وقام مشى. سالوه رايح فين، ما ردش عليهم. وامه قالت لهم لايجر ابني طالما نتحرك من هنا يبقى مستحيل يرجع من غير بنتك. لايجر بطريقه ذكيه قدر انه يوصل لواحده من البنات اللي كانوا بيقتلوه، عمل لها فينش تثبيت وخلاها تعرف العنوان. وبعد ما عرف شد على مكان المزرعه اللي محتجزين فيها تانية. بتيجي عربيه وبتنزل من التاني الاول. واحد بيحاول يمنعه بيقول له انا مقاتل خلي بالك. والمفاجاه هنا بينزل من العربيه مايك تايسون بيقول له لو انت مقاتل فانا ابقى يا حبيبي. لايجر بينبهر بيقول له انت مايك تايسون، انا من صغري واخدك قدوه، متابع كل لقاءاتك ومقابلاتك وافلامك، عارف انت بتاكل ايه وبتشرب ايه، بتحب عصير القصب وبتاكل البطاطس المقرمشه وبتستمتع بالايس كريم كانك طفل صغير. بجد يا لها من صدمه. تايسون بيسال ثانيه هو بيقول ايه، فبتقول له بيقول انه بيحبك. تايسون بيفرح بيقول له طالما انت عاوزها يبقى هات فلوسي وخدها. لايجر بيقول له انا معيش فلوس ومش ينفع امشي من غيرها، ولو ما سبتهاش تروح معايا انا هضطر اخلص عليك. ثانيه بترجم بتقول له بيقول انك لو ما سبتنيش هعزمك واقطع لك رقبتك ويصنع منك الحرنبيطه. تايسون بيقول له انت فاكر نفسك مقاتل احسن مني، انت ما تعرفش انا مين يالا. وبيخلي كل حضور يصوروا القتال بينهم لايف على النت. طبعا تايسون بيديله بوكس يخليه يصابونه لوكس افلاكاكا. في استاد البطوله بيظهر البث المباشر الخاص بقتال تايسون ولايجر. تايسون بيقدر انه ينكل بلايجر بكل سهوله في البدايه، والبث بقى بيتعرض في جميع انحاء العالم. بطريقه ما لايجر بيقدر انه يرد ضربات لتايسون لحد ما بينتصر وبياخد حبيبته في حضنه. وفي الختام تايسون بيفرح جدا بيقول له انت عجبتني يا ولد، وبيطلب منه انه يتصور مع سيلفي. كده حلم لايجر بيكون اتحقق اخيرا، بيحقق البطوله الوطنيه وبيتصور سيلفي مع مثل الاعلى وقدوته مايك تايسون. ولحد هنا يكون ملخصنا انتهى، ونشوفكم في ملخصات جديده. فما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه.
شاركونا براكم في الكومنتات عشان نتكلم عن الفيلم مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.